قصة إبراهيم عليه السلام من أعظم القصص في التاريخ، فهي قصة إيمان وصبر وتضحية. نشأته ودعوته إلى التوحيد. ولد سيدنا إبراهيم في قوم يعبدون الأصنام، وكان أبوه يصنعها ويبيعها. لكن إبراهيم منذ صغره كان يتأمل في الكون ويتفكر: كيف نعبد حجارة لا تنفع ولا تضر؟ نظر إلى الكواكب والنجوم والقمر والشمس، ثم أدرك أن الله هو الخالق الواحد الذي يستحق العبادة. فبدأ يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام، لكنهم رفضوا دعوته وسخروا منه. تحطيم الأصنام: أراد إبراهيم أن يثبت لقومه بطلان عبادة الأصنام، فدخل المعبد وكسر الأصنام كلها، وترك الصنم الأكبر. وعندما سأله قومه: من فعل هذا؟ قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعرفوا أن أصنامهم لا تتكلم ولا تدافع عن نفسها، لكنهم أصروا على كفرهم. إلقاؤه في النار: غضب قومه وقرروا معاقبته، فأشعلوا نارا عظيمة وألقوه فيها. لكن الله قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها سالما لم يصب به أذى. وكانت هذه معجزة عظيمة تدل على قدرة الله. هجرته في سبيل الله: بعد ذلك هاجر إبراهيم من بلده حفاظا على دينه، وانتقل إلى أماكن مختلفة يدعو الناس إلى التوحيد. قصة هاجر وإسماعيل: رزقه الله بابنه إسماعيل عليه السلام من زوجته هاجر، وأمره الله أن يترك هاجر وطفلها في صحراء مكة، فامتثل لأمر الله وهو مطمئن أن الله لن يضيعهم. عندما نفد الماء، أخذت هاجر تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء، ففجر الله لهم بئر زمزم، فصار مكانا مباركا. بناء الكعبة: كبر إسماعيل، وأمر الله إبراهيم أن يبني الكعبة المشرفة، فرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رؤيا الذبح: رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وكانت رؤيا الأنبياء حقا. فأخبر ابنه، فقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعندما استسلم لأمر الله، فداه الله بكبش عظيم، وأصبحت هذه القصة أصل شعيرة الأضحية في عيد الأضحى. الدروس المستفادة: الإيمان بالله والثبات على الحق، طاعة الله مهما كانت الظروف، الصبر والثقة في رحمة الله، التضحية في سبيل الله. وهكذا كانت حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام مثالا عظيما للإيمان والتوكل على الله.